بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. أنا اسمي أحمد خليفة. معرفش مين ممكن يكون ما يعرفنيش أصلا، بس أنا يعني شغال في المجال الجميل بتاعنا في التسويق والمبيعات بقالي 21 سنة. الحمد لله بعت في مجالات كتير، والحمد لله وصلت إن أنا بقيت استشاري ومدرب بقالي 13 سنة دلوقتي. والحمد لله قدرنا نطور أكتر من 9500 بياع وأكتر من 250 شركة بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. طيب زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، السيشن دي لا غنى عنها لاي حد شغال في البيزنس اصلا، في التسويق، في المبيعات، حتى الاتش ار، حتى الاكونتنج، ايا كان هو محتاج يعرف كويس عن العميل اللي بيشتري مننا. كويس. وخصوصا كمان اصحاب الشركات. يعني خصوصا اصحاب الشركات محتاجين هم كمان يعرفوا كويس جدا عن طبيعه العميل، وايه اللي حصل في السوق، وايه اللي حصل في التطورات اللي بتحصل في العملاء بتوعنا. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان الاصل، الشخص اللي بيدخل لنا فلوس، والاصل بتاع كل حاجه احنا بنعملها هو العميل. فما ينفعش حد يقول ان انا مثلا مش هدرس العميل وهعرف ابيع، او ما ينفعش حد يقول ان انا اجيب المنتج ومن المنتج ابيعه للعميل. الاصل في كل حاجه هو مين؟ هو اني بجيب اعلى قيمه للعميل اللي انا اصلا بستهدفه. فدي نقطه مهمه جدا لازم تفكروا فيها، ان مين هو اللي بيكسبنا كلنا وبيدخل لنا فلوس كلنا وبيقبضنا كلنا، من اصغر حد في الشركه لغايه اكبر حد في الشركه. العميل هو اللي بيقبضنا كلنا. فاول حاجه لازم نعملها النهارده ان احنا نفكر في السؤال ده: هو مين هو العميل بتاعنا؟ مين العميل بتاعك؟ ايا كان انت بتبيع ايه، ايا كان انت بتبيع بي تو بي او بي تو سي. تمام. طبعا بي تو بي يعني ايه؟ بزنس تو بزنس، من شركه لشركه، بتبيع لشركه. خلاص. وبي تو سي يعني بتبيع لايه؟ مستهلك. تمام. بتبيع منتج. طبعا كلمه برودكت، برضه عشان تبقى الامور واضحه، كلمه برودكت لو انا جيت اقول كلمه برودكت، كلمه منتج او كلمه برودكت معناها سلعه، جودز، او سيرفيسز، خدمات. الاثنين يقال عليهم ايه؟ برودكت. كويس. حتى الافكار، الايدياز تعتبر برودكت. حتى البروبرتي، العقارات تعتبر برودكت. كل دي مسميات لايه؟ للبرودكت. كويس. طيب السؤال بقى هنا: مين هو عميلك؟ عميلك هو اللي عنده نيدز، تمام، انت تقدر تشبعها. العميل بتاعك هو اللي عنده نيدز انت تقدر تشبعها. فنقدر نقول اكتر تعريف مختصر للتسويق هو ايه؟ التسويق هو اشباع احتياجات العملاء بربحية. ده اكتر تعريف مختصر للتسويق، هو اشباع احتياجات العملاء بربحية. تمام. يعني احنا بنقدر نشبع احتياجات العميل بتاعنا ونكسب منه فلوس. فده اكتر تعريف مختصر للتسويق. ان انا طبعا عشان اقدر اشبع احتياجات العميل فانا محتاج اعمل ايه؟ اديله برودكت. فانا الاصل هنا هو العميل ولا البرودكت؟ هو ده العامل المستقل ولا العامل التابع؟ العميل هو العامل المستقل، المنتج تابع ليه. العميل هو الاصل بالظبط كده. فانا بطور المنتج بتاعي على اساس العميل بتاعي. تمام كده. بطور استراتيجيات الاعلان بتاعتي، استراتيجيات التسعير بتاعتي، كل حاجه بطورها على اساس ايه؟ العميل بتاعي. طيب لو قلنا عايزين نعرف الاحتياج الشرائي، يعني ايه كلمة احتياج شرائي؟ احتياج شرائي معناه هو شعور الإنسان بالنقص تجاه شيء ما في تركيبة شخصيته وظروفه، يستطيع إشباعه بالمال. حد خد باله من التعريف ده؟ طيب انا شغال مبيعات بقالي 20 سنه، بقالي 30 سنه، مدير تسويق بقالي 20 سنه. التعريف ده محتاج افكر فيه تاني ولا لا؟ محتاج افكر فيه كل سنه على الاقل. يعني كل 3 شهور محتاج تفكر في التعريف ده، لان العميل بتاعك بيتغير كل 3 شهور، المنتج اللي انت بتبيعه بيتغير كل 3 شهور، بيتغير تفاصيل. كويس. يعني مثلا عايز اقول لكم على حاجه: انا نفسه اهو، يعني لسه بقول استاذ احمد عزب، انا نفسه اهو لسه مدي نفس المحاضره دي. نفس المحاضره دي كان امتى سمعت نفس الجزئيه دي؟ من يومين مثلا. خلاص. عايز اقول لكم ان في كلام احمد نفسه هيسمعه اول مره. حد خد باله؟ الاثنين بالظبط كده، الاثنين اللي فات. ومع ذلك هتسمع الكلام ده اول مره، تسمع كلام جديد. يعني في ناس من حضراتكم بيحضر معايا، حضر معايا يوم الاثنين، في ناس حاضرين معايا امبارح يوم الثلاث. وعايز اقول لك هتسمع كلام جديد برضه. ليه؟ لان كل يوم في جديد، كل يوم في جديد في السوق، كل يوم في جديد في ادراكك انت، في معرفتك انت.
تمام. فانا مش عايزك تقف ابدا. التطور يا جماعه هو تطور لا نهائي. انا ليا حتى لسه كنت بفكر في الموضوع ده، اكتر حد انا شخصيا بتعلم منه في الموضوع ده انا ليا عمتي اسمها دكتوره افرين خليفه. هي كانت رئيس قسم اطفال في طب الازهر. لغايه النهارده بتقرا وبتتطور وبتذاكر لغايه النهارده. يعني اخر مره زرتها فيها ورتني كتاب جديد بتذاكر فيه وبتقرا منه لغايه النهارده. هي مواليد 1949. هي بين والدي ووالدتي. فانت شوف بقى عمرها قد ايه، ربنا يديها الصحه والعمر يا رب ويبارك فيها. ولغايه النهارده بتقرا وبتتعلم لغايه النهارده. هي استاذ متفرغ يعني، خلاص هي طلعت على المعاش وقاعده بقى بتقعد تفنن كده وتتعلم. وكانت قبل كده بتتعلم وهي اصغر من كده طبعا. فدي النقطه. طيب، فكلمه نيدز، هل التركيز بتاعنا على النيدز بس؟ لا. النيدز هي الاحتياج المجرد، الوونتس هي شكل الاحتياج. تمام. الديماند هو شكل زائد قدرة شرائية. تمام كده. طيب، فانا بالنسبة لي مثلا انا جعان. يعني انا دلوقتي مثلا او اي حد من حضراتكم جعان. جعان دي نيد ولا وونت ولا ديماند؟ دي نيد. كويس. طيب، انا جعان عايز اتعشى. لان انا ممكن اكون جعان عايز اتغدى، ممكن اكون جعان عايز اكل حاجة حلوة، ممكن اكون جعان عايز اكل اكلة جديدة. تمام. فانا هنا بقت وونت. تمام. طيب، انا جعان عايز اتعشى ومعايا 100 جنيه. كده بقت ديماند. حد خد باله؟ انا جعان عايز اتعشى ومعايا 1000 جنيه. كده بقى ديماند. تمام. طيب، السؤال بقى هنا، انا لما اجي اعرف العميل بتاعي بعرفه بمين؟ بالنيل ولا الوونت ولا الديماند؟ بالديماند. بعرفه بالديماند. تمام. ليه؟ لان انا مش هعرف العميل اللي ما عندوش القدره الشرعيه انه يشتري المنتج بتاعي. يعني مثلا انا افترض دلوقتي نخرج بره العقارات عشان دايما الامثله بتاعتنا بتبقى عقارات. هنخرج بره العقارات. لو انا ببيع مثلا تشطيبات، كويس، تشطيبات برضه قريبه من العقارات بس ماشي. لو انا ببيع تشطيبات، هل هدور على الشخص اللي عايز يجدد بيته او ياسس بيته؟ التشطيبات تعبر عن ايه من الاحتياجات؟ اني بجدد بيتي او بشطب بيتي. صح. بجدد بيتي او بشطب بيتي. ببدا من الاول يعني باسس بيت، يعني اؤسس بيت او بجدد البيت. خلاص. طيب، ده نيد ولا وانت ولا ديماند؟ ده نيد. انا بقى عايز اسس بيت. طيب، عايز اسس بيت اشطبه ازاي؟ اشطب ولا اركب ولا اعمل ولا ده اسمه الوونت. طيب، انا عايز اشطب ومعايا 100000 ولا عايز اشطب ومعايا 500000 ولا عايز اشطب ومعايا مليون؟ ده اسمه ايه؟ ديماند. انا كشركه تشطيبات بقى هستهدف مين او افكر في مين؟ هفكر في الديماند. لان ده اللي بيعرف العميل بتاعي تحديدا. لان انا شركه التشطيبات بتاعه المليون جنيه. بالظبط كده. انا بتوع التشطيبات بتاع المليون جنيه ولا انت بتاع التشطيبات ابو 500000؟ انت مين فيهم انت كشركه؟ خدت بالك؟ حد خد باله يا جماعه من النقطه دي؟ فانت اول حاجه لازم تعرف ان هو ده التارجتد سيجمنت بتاعك. تمام. ده الشريحه المستهدفه بتاعتك. الشريحه المستهدفه بتاعتك. تمام. طيب، انا ببيع مثلا ناخد حاجه بي تو بي. احمد اسماعيل مثلا وولاده. انا ببيع بلاستكس. خلاص، ببيع بلاستيك للمصانع. فببيع بي تو بي. تمام. طيب، انا هنا بقى استهدف اي مصنع بيعبي حاجات وبيستخدم بلاستكس. ده كده بقت احتياج. خلاص. او وونت كمان. ولا استهدف الناس بتوع المصانع اللي يقدروا يشتروا المنتج بتاعي بسعر كذا. هنا بستهدف الديماند. خدنا بالنا؟ ببيع كاميرات مراقبه لافراد او لشركات. تعال نبيع كاميرات مراقبه لشركات. انا هستهدف الناس اللي عايزه حمايه الشركه. ده النيد. ولا عايزين حمايه الشركه بالكاميرات؟ ده الوونت. ولا عايزين حمايه الشركه بالكاميرات ويقدروا يدفعوا 100000 جنيه؟ حد خد باله؟ انت بقى كراجل بتاع كاميرات مراقبه هتستهدف مين فيهم؟ هتركز على ايه؟ هتركز على الديماند. بس عشان افهم الديماند لازم افهم الاول النيد، بعد كده افهم الوونت، بعد كده افهم الديماند. وصلت يا جماعه النقطه دي؟ فانت، لا، هو الاول افهم الديماند بتاع العملاء وبعد كده اعرف اسعر على اساسه. التسعير طبعا بيفرق على اساس الديماند طبعا. كويس. يعني احنا لسه كنا بنتكلم من يومين بالظبط، احنا غيرنا استراتيجيتنا في التسعير بناء على الديماند. احنا كجروث انجن كنا حاطين سعر الكورس بتاعنا يعني من غير هحرق عادي، ما انتوا ولادي في الاخر. احنا كنا حاطين كورس احتراف البيع الحديث ثمنه 10000 جنيه بتاع الحضور الانتراكتيف. تمام. طيب،
جينا لما عملنا العرض بتاعنا فبقى ب 8000. لما جينا درسنا الديماند والطلب الناس والوضع التنافسي والطلب واحتياجات الناس والوضع بتاعهم، نزلنا من 8 ل 7. فانا كده راعيت يعني الاصل اني فكرت في الديماند ولا فكرت في التسعير بتاعي. ركزت الاول في الديماند، شفت الناس محتاجه ايه ووضعهم ايه وقدراتهم ايه ويقدروا يدفعوا كام. فعملنا لهم سعر ب 7000. حتى الناس اللي دفعت 8 بالفعل، ان في ناس حجزت ب 8 رجعنا لهم الفلوس. تمام، الناس اللي دفعت 8 رجعنا لهم ال 1000 جنيه دي. وعملنا العرض بتاعنا ب 7000 وكمان عملناه بالتقسيط. فانا كده راعيت مين في التسعير؟ الديماند في الاصل. تمام، الديماند في الاصل. فانا ركز قوي مع ديماند العميل بتاعي. بعد ما عرفت العميل بتاعك، نيجي دلوقتي لصلب المحاضره اللي احنا عايزين نتكلم عنها. طبعا انت كده السلايد دي او المعلومه دي انت كده عرفت مين هو العميل بتاعك. العميل بتاعك هو مين؟ هو اللي عنده احتياج ايا كان. انا ببيع بي تو بي، ببيع بي تو سي، ببيع قطع غيار لمعدات ميكانيكيه، ببيع اناره واضاءه، ببيع اعلاف دواجن، ببيع خدمات تربويه وكورسات، ببيع عقارات، ببيع تشطيب. يعني بتبيع بي تو بي او بتبيع بي تو سي. اعرف اول حاجه المنتج بتاعك يشبع ايه من الاحتياجات عند العميل، وايه شكل الاحتياج اللي بيتحول المنتج ده الى الشكل ده وانا بقدمه للعميل. وبعدين تشوف القدره الشرائيه بتاعته، وبالتالي تقدر تحدد الديماند بتاع عميلك. وعلى اساس الديماند ده كل حاجه انت بتعملها. على اساس الديماند ده انت بتارجت العميل بتاعك اللي عايز او يقدر يشتري المنتج بتاعك. يقدر وعايز يشتري المنتج بتاعك. الاثنين، يقدر وعايز، مش يقدر بس. لان ممكن يكون يقدر ومش عايز. يعني مثلا انا بقدم خدمات تشطيب. انا بقدم خدمات تشطيب بس العميل ده ما عندوش، يعني الشقه بتاعته كلها متشطبه. كده يقدر بس هو عايز؟ لا. طب انا بقدم مثلا خدمات تربويه والراجل وولاده في الجامعه. بس بقدم خدمات تعليميه للطلبه مثلا تحت في المدارس، التعليم الاساسي والتعليم الثانوي والكلام ده كله. بس هو ما عندوش ولاد اصلا فهو يقدر يدفع بس هو مش بتاعي، لان هو مش محتاج اصلا. وهكذا. فانا لازم احدد العميل بتاعي بحاجه اسمها الديماند. كويس. طيب، ايه اللي حصل للعميل بتاعك؟ في عندنا 3 مستويات لازم نفكر فيهم. وركزوا معايا يا جماعه في الكلام ده، لان الكلام ده محدش للاسف بيقوله. الكلام ده محدش بيقوله. نركز بقى مع بعض. حصل في عندنا 3 مستويات هندرس فيها العميل بتاعنا: الظروف الخارجيه والظروف الداخليه والقرار الشرائي. الظروف الخارجيه، اول حاجه هو قدامه حجم رهيب من المنافسه. تمام، حجم رهيب من المنافسه، عنده كميات من العروض فظيعه. دلوقتي يا جماعه اصعب حاجه يعني في، وده اللي دايما بقول لاولادي. انا مثلا اللي اكتشفته دلوقتي بعد الدراسه اللي انا بعملها باستمرار، اني علشان اقدر انجح في البيزنس دلوقتي، انا مش هدفي ان انا اكبر الشركه بتاعتي. انا هدفي ان انا اقدر انافس. يعني دلوقتي خلاص وجهات النظر في البيزنس والاستراتيجي والحاجات دي كلها اتغيرت تماما. ما بقتش فكره ان انا اكبر البيزنس على قد ما بقت فكره ان انا ازاي اقدر انافس. لما اقدر انافس اقدر اعمل اي حاجه تانيه. اقدر اكبر الشركه، اقدر اطلع ربحيه، اقدر اعمل اللي انا عايزه. تمام. دلوقتي بقت الفكره التنافس. فالتنافس ده حصل بسبب ايه؟ يعني في ايه؟ ليه بقى التوجه بتاعنا هو ازاي نقدر ننافس وازاي نقدر ننجح على المنافسين بتوعنا؟ ده حصل بسبب الحجم الرهيب من المعروض قصاد العميل بتاعك. دي نقطه. تاني نقطه، هو طول الوقت عايش على السوشيال ميديا. كم في المية من الناس دلوقتي بتتفرج على التلفزيون؟ كم في المية من الناس دلوقتي بتقرا جرايد؟ كم في المية من الناس دلوقتي بتسمع راديو؟ كم في المية من الناس دلوقتي؟ كم في المية؟ ولا يعني 1%، 2%، 5% ماكسيموم من الناس بتتفرج على الحاجات دي. دلوقتي كل الناس بتتفرج على ايه؟ او بتتابع ايه؟ او مين اللي واخد اهتمامهم؟ هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يا جماعه دلوقتي هي بتحارب على حاجه اسمها شير اوف اتنشن. اكتبوا الكلمه دي: شير اوف اتنشن. يعني ايه؟ نصيبي من اهتمام العميل، نصيبي من اهتمام المستهلك. بالمناسبه يا جماعه، حضرتك حد فينا بيدفع فلوس للفيسبوك مثلا، او بيدفع فلوس لليوتيوب، او بيدفع فلوس للانستجرام، او بيدفع فلوس للتيك توك؟ حد فينا بيدفع فلوس للحاجات دي يا جماعه؟ احنا ما بندفعش فلوس للناس دي. خلاص. فبقى ايه الموضوع؟ بقيت حضرتك المنتج اللي بتبيعه المنصات دي. حد خد باله من الحته دي؟ حد لقط النقطه دي يا جماعه؟ بقت حضرتك البرودكت. يعني شركه ميتا بتبيع للشركات المعلنه. بتقول لهم انا عندي يعني سامحوني في الكلمه، انا عندي منتجات جامده جدا. مين المنتجات الجامده جدا دي؟ احنا البرودكت.
بقيت انت البرودكت اللي بتتباع للشركات المعلنه. كويس. طيب فهنا بقى السوشيال ميديا بتحارب على الاتنشن بتاعك عشان تفضل على قد ما تقدر لازق في الشاشه بتاعتهم. يعني هم عندهم في شاشه كده بتاعت الموبايل، هو عايزك تلزق في الشاشه دي. تمام. طيب فده بيخليك تعمل ايه؟ خلاك دايما تشوف، دايما تتفرج. طب ايه اللي حصل لنا لما بقينا دايما بنتفرج؟ توقعاتنا اخبارها ايه؟ توقعاتنا الاكسبكتيشنز بتاعتنا بقت عاليه جدا جدا. لانك انت زمان كنت بتشوف ايه مثلا؟ مسلسل مش عارف عامل ازاي، ولا اعلان مش عارف عامل ازاي، في عصر المسلسلات بقى اللي ممكن حضراتكم ما شفتوش الايام دي بتاعت التلفزيون والحاجات دي. كان اخر احلامك يبقى معاك شقه وعربيه وفيها ثلاجه، يعني بيت فيه ثلاجه وفيه مش عارف مين وعربيه كويسه 28، ده اخرك. دلوقتي بقت فيه تفاصيل جوه التفاصيل. فالتفاصيل الرهيبه دي زودت الايه؟ التوقعات. انا قاعد بشوف حياه انا نفسي مش ما كنتش متخيلها اصلا. تمام. وبقت كل البيوت جوه البيوت بقت بره البيوت، وكل الممتلكات بقت بره البيوت. كويس. فده علق من التوقعات بتاعت العملاء. في نفس الوقت كل الشركات المعلنه، يعني مثلا لو شركه عقارات، لو شركات القطاع العقاري مثلا، هم بيعملوا اعلانات. في عندي شركات تطوير عقاري بتعمل اعلانات، وعندي شركات بروكرج بتعمل اعلانات، وعندي مش عارف مين بيعمل إعلانات. كل دول بيعملوا اعلانات. كلهم بيتكلموا مع العميل بنفس اللغه بتاعت الشركات التطوير دي، شركات البروكرج، عن المنتج. فساعتها حجم معلومات العميل ماله؟ زاد ولا قل؟ زاد جدا. زاد جدا بشكل رهيب. وفي نفس الوقت في واحد بيفهم بيتكلم صح، في واحد ما بيفهمش بيتكلم غلط. وفي واحد بيقول معلومه، في واحد بيقول نص معلومه، في واحد بيقول معلومه مغلوطه، في واحد بيضرب في شركه، في واحد بيتكلم وحش عن شركه، في واحد بيتخانق في شركه. فحصل لك حاجه اسمها ايه؟ تشتت المعلومات. فالعميل بتاعك بقى عنده معلومات كتير جدا، لكن المعلومات دي في نفس الوقت ايه؟ متشتته. وتركيزك نفسه، تركيز العميل نفسه بقى متشتت. ليه؟ لان حياتنا بقت يعني في حاجه اسمها اتنشن سبان، حجم او مدى الاتنشن رينج بتاع الناس. زمان لما كنا بنتفرج على مسلسل، كان ممكن انا اتفرج مثلا لمده نص ساعه كامله او تلت ساعه كامله وانا مركز تماما مع احداث المسلسل. ده زمان، ايام انا. خلاص. دلوقتي بقى حجم الاتنشن بتاعك دقيقه. متخيلين ده؟ فايه اللي حصل بقى في العميل؟ حجم تركيزه بقى قد ايه في اللي انت بتقوله؟ يا جماعه الناس اللي هم بيعملوا كورسات في صناعه المحتوى بيقولوا للناس انت بتحارب على اول 3 ثواني. انا لسه سامع الجمله دي امبارح، انا لسه سامعها والله امبارح. بس واحد بيقول كده، واحد بيقول يا جماعه احنا كلنا بنحارب على الهوك، كلنا بنحارب على ال3 ثواني دي اللي هي الهوك، بيسموها الهوك. خلاص. ودي كلمه صحيحه طبعا علميا يعني. كلنا بنحارب على اول 3 ثواني. فانت متخيل احنا رايحين فين؟ فالعميل بتاعك التركيز بتاعه ماله؟ بقى اقصر جدا. الاتنشن رينج بتاعه بقى قصير جدا، وبقى عايز طول الوقت هوكات. يعني هوك تسحبه، هوك تفوقه، هوك تخليه يتابع معاك. انا بتكلم يا جماعه في 3 4 هوكات في الدقيقه. انتوا متخيلين يا جماعه احنا وصلنا لفين؟ فالكلام ده خلى العميل ماله بقى؟ متشتت جدا، عنده معلومات كتيره جدا. وزي ما دايما بقول، معلومات دقيقه ولا صحيحه ولا ادق. يعني احنا دلوقتي بنحضر سيشن مع احمد خليفه، دي صحيحه ولا دقيقه ولا ادق؟ دي معلومه صحيحه. طيب بنحضر مع احمد خليفه جوه جروب السوبر سيل جيم، كده بقت دقيقه. طيب بنحضر معاه في السوبر سيل جيم في زوم يوم الاربع الساعه 7 ونص، بقت ادق. تمام. العميل بتاعك بقى عنده معلومه صحيحه ولا دقيقه ولا ادق؟ طب عنده معلومه ادق؟ لا للاسف ما عندوش ادق. عنده دقيقه؟ للاسف لا. طب عنده صحيحه؟ احتمال. ليه؟ لانه تايه في بحر المعلومات، تايه متشتت في بحر المعلومات. فهو عنده معلومات كتير جدا، لكن المعلومات دي مش ادق حاجه، مش اصح حاجه، وكلها من بره، قشور من بره. تمام كده. نيجي للكارثه اللي بعد كده، وهي كارثه العاطفه. وده التشبيه اللي انا بقوله للناس. روح كده اقعد في مثلا في كافيه او تجمع عائلي او كده، وشوفهم هم ماسكين التليفونات بتاعتهم. تمام. يعني شوف هو ماسك التليفون بتاعه، واقعد بص عليهم لمده ربع ساعه مثلا. يعني اقعد بص على وشهم كده ربع ساعه، وركز مع واحد فيهم لمده ربع ساعه. هتلاقيه هو بيتفرج على الموبايل، تلاقيه شويه تلاقيه مكشر، شويه فجاه تلاقيه مكشر قوي، فجاه تلاقيه بيضحك، فجاه تلاقيه مستغرب، فجاه تلاقيه بيبتسم، فجاه تلاقيه صوته ضحك بصوت عالي. ليه ده بيحصل؟
لان ريل في ريل في ريل في ريل في ريل في ريل في ريل، كل ده بيقلب العواطف بتاعته، بيقلب العواطف بتاعته بشكل سريع جدا. فحصل عندنا حاجه اسمها نقدر نسميها ايه؟ الحديه. بقى في حديه مشاعر، حديه عاطفه، تمام؟ بقى في مبالغه عاطفيه، بقى في تطرف. هو ده، هي دي الكلمه، بقى في تطرف عاطفي. ففي تطرف في الاراء وتطرف في الافكار، تمام كده؟ ده غير ان المخاوف بقت عاليه جدا. المخاوف بقت عاليه جدا ليه؟ لان هو بيسمع طول الوقت عن ناس بتتنصب عليها، وناس مش عارف بيحصل لهم ايه، وفين بيعملوا ايه، ومين واحد خرج بيعمل خناقه مع شركه، واحد بيقول دول نصبوا عليا. فبقى فيه مخاوف زياده. الاكسبوجر والنشر بتاع المخاوف على الملأ كده، ده بيغير كتير من يعني غير كتير من افكار الناس بخصوص الشركات. زمان كان لو واحد اتنصب عليه، انا مش بقول إن ده حاجه كويسه، بس لو اتنصب على واحد، كام واحد يعرف اصلا اتنصب عليه؟ يعني انا كنت بقول كلمه، انا زمان لما كنت ببيع في 2004 و5 و6 و7 لغايه 10، تمام؟ لو كنت كدبت على عميل، كان ممكن يقعد 3 سنين يدور ورايا ما اعرفش معلومه، تمام؟ طبعا الحمد لله ما كدبتش على عميل واحد في حياتي، يعني ده بس أنا بدي مثال يعني. خلاص. فدلوقتي بقى اللي بيحصل يا باشا، على الفيسبوك على طول، واخش واقول لك انت ليه شايل وقف بقى الكومنتات ليه؟ طب مين بيشتمك فين؟ وفي جروبات بتشتم فيك، وفي ناس انت نفسك ما تعرفش عنهم حاجه. طبعا ده بسبب ايه؟ قوه التاثير. العميل بتاعك بقى ليه قوه رهيبه، يقدر يقفل شركه. يعني لو في عميل غاضب واحد مشهور شويه، ممكن يقفل لك شركتك، ممكن يضيع لك كل العملاء بتوعك لو مشهور شويه، تمام؟ فطبعا كل الالتهابات اللي احنا فيها دي خلاص ودتنا بقى نفكر في الظروف الداخليه بتاعت العميل. العميل بتاعك بقى بي تو بي او بي تو سي، مدير مشتريات، مدير صيانه. لو نتكلم بقى في البي تو سي، اب في اسره بيشوف تعليم ولاده، او بيشطب شقه بتاعتهم، او بيشطب شقه بنته اللي هتتجوز. الراجل ده ظروفه الاقتصاديه اخبارها ايه؟ ما بقتش احسن حاجه. الراجل ده ظروفه الاقتصاديه بقت مضغوطه جدا. خلاص، بقى مش عارف قدام هيحصل ايه. فدخل في حاله اسمها uncertainty، حاله عدم التاكد. يعني ايه عدم التاكد؟ انا مش عارف بكره هيحصل ايه. الكلمه اللي دايما بقولها برضو، انا لو دلوقتي بقبض، يعني زمان لو انا كنت بقبض 10000 جنيه، هل كنت بشتري بال 10000، ولا كان ممكن في يوم من الايام كده اشتري ب 20، واقول انا ايه يعني هستلف من اخويا واخد الفلوس والشهر الجاي هظبط الدنيا؟ صح ولا انا غلطان؟ الكلام ده كنا بنعمله زمان. دلوقتي انا بشتري ب5. ليه؟ ما انا الشهر الجاي هقبض 10 برضه. انا ما اعرفش اصلا هكمل في الشركه دي ولا لا. عارفين الكلمه الشهيره بتاعت ايه؟ حد في الانترفيو بيقول له انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ قال له بس انتوا تكملوا 5 سنين بس. خلاص. فدي الفكره، ان انا قلقان من بكره يحصل ايه، تمام؟ فده عمل ظروف نفسيه بقى اخبارها ايه؟ بقيت مضغوط جدا، خايف جدا. الاتنين دول مع بعض عملوا حاجه اسمها الانكماش الشرائي. يعني ايه انكماش شرائي؟ يعني انا عايز اشتري ولا لا؟ عايز اشتري. اقدر اشتري ولا لا؟ معايا الامكانيات الماليه ولا لا؟ اقدر اشتري. طيب هشتري ولا لا؟ لا. حد خد باله؟ فانا عايز اشتري، اقدر اشتري، لا مش هشتري. ده ليه بقى؟ لاني دخلت في حاله الانكماش الشرائي. الانكماش الشرائي يعني ايه؟ هرفع ايدي، هضم ايديا، معايا عايز هتشتري لا. فنفس العميل اللي انت كنت بتكلمه قبل كده، اللي هو التارجت سيجمنت اللي انت كنت بتكلمه قبل كده، مش عايز يشتري. هو يعني هو نفس العميل بتاعك، خلاص، ومعاه فلوس وتمام، وعايز يشتري الشقه دي، هيشتريها؟ لا. عايز يشتري الجهاز بتاعك، هيشتري؟ لا. عايز يشتري الكورس بتاعك، هيشتري؟ لا. ليه؟ انكماش رأي يا معلم. خلاص. طيب دي نقطة. تاني نقطة، ان ظروف شغل العميل بتاعك بقت غير ظروف شغله زمان. يعني زمان كانوا بيقولوا ايه؟ اصل الناس بيتحركوا بسرعة، العصر ده عصر السرعة، تمام؟ دلوقتي احنا في عصر ايه؟ الدبل سرعة. الناس بقت بتجري اكتر واسرع، وبتنهج طول الوقت. فظروف شغلنا بقى اصعب بكتير. فعدد، يعني انا عرفت انا نفسي لما بتكلم عن ظروف العمل دي، انا جبت المؤشر ده منين؟ عدد من المده الزمنيه بتاعه المكالمات. متوسط المده الزمنيه بتاعه المكالمات دلوقتي اقل من متوسط المده الزمنيه بتاع المكالمات 2020، اقل من متوسط المده الزمنيه 2015. خلاص، يعني دلوقتي في اخر 25 و2020 و2015 و2010، المده الزمنيه مالها كل ما نعدي في الوقت ونزيد في الوقت في السنين، المده الزمنيه بتقصر. ده معناها ايه؟ ان العميل بقى مش فاضي، بقى انجز اخلص، انا مش فاضي لك، تمام؟
فالظروف العمل، وكمان حاجه تانية اسمها ايه؟ تفصيل الطلب. يعني ايه تفصيل الطلب؟ يعني العميل بتاعك من كتر ما توقعاته زادت، ركزوا يا جماعه في اللي انا بقوله ده. العميل بتاعك من كتر ما توقعاته زادت، وبقى بيشوف كتير، وبقى بيسمع كتير، وعنده تجارب مختلفه، وكله بيتكلم وكله بيتخانق على التركيز بتاعه. فبدأ يبقى عنده تفصيل في الطلب. هو مش عايز اي طلب وخلاص، مش عايز اي تشطيب وخلاص، مش عايز اي كورس وخلاص، مش عايز اي شقه وخلاص. بقى عايز الشقه اللي هو نفسه فيها. فبقى عنده تفصيل في الطلب، بقاش يرضى باي حاجه. دخلنا في التفاصيل، انه يرضى باي شقه خلص الكلام ده، انه يرضى باي استثمار خلص الكلام ده، انه يرضى باي منتج مثلا قطع غيار خلص الكلام ده. هو عايز قطعه الغيار بتاعته هو. تمام. فالاثنين دول مع بعض، ظروف الشغل مع تفصيل الطلب، خلت الشراء يبقى معقد. يعني ايه الشراء بقى معقد؟ دلوقتي العميل بتاعي بقى بيصعب عليا عمليه البيع. العميل بتاعنا دلوقتي بقى بيصعب علينا عمليه البيع. هو عايز يشتري بمزاجه هو وبراحته هو، ويأجلك ويطولك يطول لك العمليه البيعيه، ويمط في البيعه، يمط في البيعه. تمام. طبعا هنعرف هنعمل ده ازاي، يعني هنحل المشاكل دي ازاي دلوقتي حالا. تمام. فهو العميل بتاعك بقى بيعمل ايه؟ بقى بيعقد الشراء، بقى يصعب الشراء، بقى يخش في التفاصيل ويدخل اطراف، يجيب مراته واصحابه، ويجيب قرايبه، ويجيب الناس اللي اي حد معدي في الشارع يجيبه وياخد رايه. ليه؟ هو خايف قلقان، هو اصلا في انكماش شرائي، وكمان بيعقد لك الايه؟ الشراء. تمام. طيب، في عندنا كارثه كبيره جدا دلوقتي حصلت، اسمها الخوف من الخساره، او ترجمتها بالانجليزي حاجه اسمها ايه؟ لوس افيرجن. وعايزك تكتب المصطلح ده، لانه واحد من اهم المصطلحات اللي هتشرح لك ايه اللي حصل في عميلك. ظهر عندنا حاجه اسمها ايه؟ لوس افيرجن. هي طبعا موجوده من زمان، يعني هو ده طبع بشري، بس زاد جدا دلوقتي. ايه بقى لوس افيرجن؟ اكتب التعريف ده. هو اختيار عدم الخساره عن تحقيق المكسب. هو اختيار بالمناسبه، اختيار واعي ولا اختيار لا واعي؟ يعني اختيار بعقل الواعي المدرك لكل حاجه، ولا اللاواعي اللي خايف؟ لا، هو ادراك واعي. دي المصيبه. يعني لا واعي ده اللي هو ايه؟ انا خايف، انا قلقان. لا، ده بقى دلوقتي بيختار بشكل واعي. انا دلوقتي لا، انا مش هشتري اصلا، او انا عارف انا بقول ايه. طبعا الواعي قراراته بتبتدي من اللاواعي. الواعي قراراته بتبتدي من اللاواعي. تمام. وبيرمي تاثيرها على الواعي. تمام. بس انا في الاصل انا باخد القرار يا ابني انا مش شاري طبعا. هو انت ولا مجنون؟ طب يا ابني خد الكورس ده، طب هيفيدك الكورس ده مثلا في حياتك. يعني مثلا حضراتكم، ان انا اخد كورس مثلا احتراف البيع الحديث، او احتراف مبيعات عقاريه، او اداره المبيعات، ده هيفرق في حياتك يا ابني. هيخليك تبقى في حته تانيه، هتقدر تضاعف مبيعاتك، هتقدر تحقق التارجت، هتقدر تعمل يا باشا. انا ما اعرفش مين ده، مش رايح. ما اعرفش انا، هو انا مجنون ارمي فلوسي في حاجه ما اعرفهاش؟ لا مش رايح طبعا. طب بيقولوا عليه؟ لا بيقولوا بقى. خدنا بالنا يا جماعه. فدي نقطه الخوف من الخساره. انا خايف ان اخسر اصلا، لان اللي عندي اعز بكتير من زمان. يعني ما امتلكه في ايدي دلوقتي هو ايه؟ الفلوس، القدرات الشرائيه. هو ممتلكها في ايده، ماسكها في ايده دلوقتي ومدفيه جيبه. اطلعها ليه؟ هو انا مجنون؟ فده زود عند العميل بتاعك حساسيه السعر عن حساسيه الجوده. ركز في الحته دي. يعني العميل بتاعك دلوقتي احساسه بالقيمه بقى اقل، واحساسه بالسعر بقى ايه؟ اكبر. الكلام ده يا جماعه بالمناسبه يا اخوانا، كل اللي انا بقوله ده حصل من بدايه 2020، من اول الكورونا، في العالم كله، مش في مصر بس، مش في السعوديه بس، مش في الامارات بس، مش في امريكا بس، مش في الصين بس، في العالم كله. وده بالمناسبه سبب انتشار المنتجات الصينيه. خلاص، المنتج الصيني بقى نص، لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده، بقى نص قيمه المنتج الالماني مثلا، نص قيمه المنتج الالماني، نصه. وشكله من بره شبهه، واداؤه شبهه. فانا كمستهلك ليه ما اشتريش اللي شبه ده؟ يعني ليه ما اشتريش الصيني اللي هو نص السعر ده؟ ليه ما اشتريهوش؟ احساسي بقى بالجوده والفاليو والحاجات دي ماله؟ قل. واحساسي بالسعر ماله؟ زاد. اهتمامي بالسعر زاد، واهتمامي بالجوده قل. ده حصل بسبب ايه؟ بسبب اللوس افرجن برضه. تمام. فانا اللوس افرجن خلاني يحصل لي ايه؟ اهتم اكتر بالسعر من اهتمامي بالقيمه او الفاليو اللي انا بقدمها. تمام كده؟ طيب. فانت كده عندك ثلاث حاجات حصلوا في القرار الشرائي بتاع العميل. ايه هم؟ اول حاجه الانكماش الشرائي، تاني حاجه تعقيد الشراء، تالت حاجه ارتفاع اهميه السعر عن اهميه القيمه والجوده. طيب،
عشان نحل المعضله دي، احنا كشركات وكماركتيرز مسوقين وكسيلز كبياعين وكاداره مبيعات واصحاب شركات، كل الكلام ده عشان نحل المشكله دي محتاجين حاجتين. ايه هما؟ انك ترتب الاولويات مع العميل. انت خلاص عرفت عميلك مين، هو العميل بتاع الديماند بتاعك. خلاص، العميل ده بقى محتاج ايه؟ محتاج تعيد ترتيب الاولويات معاه. دي النقطه الاولى. تاني نقطه، محتاج تقيم علاقه ثقه عاطفيه طويله معاه. تمام. كلمه عاطفيه، ليه عاطفيه؟ لان دلوقتي العميل اصلا محتاج حد يستوعبه، محتاج حد يفهمه، محتاج حد يطبطب على مشاعره. الكلام يا جماعه ده يعني كلام مهم جدا. العميل دلوقتي محتاج حاجتين: اولا يلاقي حد يعرف يرتب له اولوياته، وده للاسف معظم الشركات والتسويق والمبيعات معظم الشركات ما بتعملش كده، ما بترتبش الاولويات مع العميل. انت بتعمل اعلان لاي حاجه، انت بتعمل اعلان لعقار، بتعمل اعلان لمثلا كاميرات مراقبه، بتعمل اعلانات لاساس مكتبي، اساس منزلي، بتعمل اعلانات لاي حاجه. بتلاقي الناس بتتكلم ازاي؟ بتكلم عن المنتج بتاعي، ما بتكلمش مع العميل نفسه. كل معظم 99% من الشركات بتعمل اعلان للمنتج. يا حبيبي روح تكلم العميل، كلم وعيه، كلم دماغه، كلم هو بيفكر ازاي، مش تكلم المنتج. انا عندي منتج جامد جدا بيعمل واحد اتنين تلاته. حتى في الفيديوز اللي بيعملوها والريلز اللي بيعملوها، بيعملوا ايه؟ بيطلع يتكلم عن المنتج، والمنتج بص المنتج عامل ازاي، بص المنتج حلو ازاي. ايوه ماشي، فين بقى العميل؟ في منهم ناس حلوه قوي بتقول له ايه؟ بيقول انك انت يعني مثلا الاعلانات بتاعت اعلانات اي حاجه، اعلانات مثلا عن الملابس مثلا، او براند مثلا ملابس بيعمل اعلان او بيتكلم عن حاجه معينه، يقعد يكلموا عن ازاي انك انت تبقى فيتنج في مش عارف ايه وتلبس ايه. حلو، انت كده قربت شويه من العميل. بس في الاخر تعال نخليه هو بقى يفكر ان هو محتاج المنتج في ايه هو نفسه. يعني مثلا المثال بتاع السيارات مثلا، الناس اللي بتعمل اعلانات عن موديلات معينه من العربيات، وبعد كده تلاقي في اخر الاعلان يقول لك انا فلان الفلاني من معرض الفلاني. انت بقى اتكلمت مع العميل ده عن العربيه دي بتمثل له هو ايه، ولا قاعد بتتكلم على الفيتشرز بتاعت العربيه؟ يعني حد مثلا بيتكلم عن نوع معين من العربيات او موديل معين، موديل معين مش نوع معين مش براند، لا تعال نتكلم عن موديل معين من العربيات. هل حد قال ان الموديل ده هيخلي شكلك كذا لو هي ايمج اكتر، او مثلا عائليه يكلموا انها عائليه اكتر، يجيب اكتر من حد يقعدوا مثلا يترصوا كده في العربيه؟ انا بقى كعميل لو عندي اسره والعربيه دي كبيره وواسعه، هفكر في النيد هتلقط مع البرودكت. خلاص. لو انا بتكلم على العقار، قاعد بتكلم عن الكومباوند وبتكلم على مش عارف مين، ايوه كلمني انا هستفيد ايه. ما تقعدش تتكلم عن فيتشرز موجوده، مساحته كذا وعدد الوحدات كذا وبنروح في كذا وبنعمل كذا. رتب الاولويات مع العميل، خليه يحس ان هو لما يكلمك. ركزوا في الحته دي يا جماعه. الاعلان وظيفته ان انا بخلق الوعي والتفكير والكونفرجن، ان انا احوله واخليه يكلم المبيعات. بتوع المبيعات بيكملوا. طيب بتوع الاعلان، حضرتك خلتني احس ان انا لو كلمتك هلاقيك بتفكر معايا، ولا الاحساس اللي عند 99% من العملاء ان انا هكلمك عشان تبيع لي؟ حد خد باله من النقطه يا جماعه؟ النقطه دي فيصليه. اكتب الجمله دي: انت بتعمل اعلان علشان تخلي العميل يفكر معاك، ولا بتعمل اعلان تخلي العميل يشتري منك؟ هي دي الفكره. انا عايز العميل يفكر معايا، تعال نفكر سوا. واكتب الجمله دي: تعال نفكر سوا. ده الشعار المرحله دي. تمام، ده اللي نتكلم عنه ان شاء الله. تاني حاجه قلنا علاقه الثقه العاطفيه. هنعمل ده ازاي؟ هنعمل ده ازاي؟ طيب اول حاجه بس كده حته سريعه، دي المهارات الجديده بتاعت المبيعات. طبعا في ناس من حضراتكم حاضر معايا مثلا من سنين طويله، هتلاقي المهارات نفسها اتغيرت. المهارات دلوقتي اتغيرت، بقت اهم مهاره بالنسبه لك كبياع وكماركتير هو ايه؟ التحليل، انك اصلا تعمل اناليسز. تمام. حتى في الماتيريال بتاعتنا غيرنا الجزئيه دي. انت دلوقتي يا جماعه اهم مهاره، يعني الناس اللي حضرت معانا قبل كده، الشباب اللي حضرت معايا احمد حفني مثلا، او اي حد، استاذ عبد الله عطيه كان حضر معانا البيع مش عارف، ولا كان حضر معانا الاداره تقريبا. اي حد حضر معايا كورس البيع قبل كده، كنت دايما بقول اهم مهاره كانت ايه؟ حل الاعتراضات. دي كان دايما بنقول اهم مهاره هي حل الاعتراضات. دلوقتي اهم مهاره هي ايه؟ انك تتابع. دلوقتي اهم مهاره هي انك تقدر تتابع، تقدر تفضل ورا العميل، تبني قيمه بشكل مستمر. بالمناسبه شرح الخريطه دي كلها موجود في الثلاث سلايدات دي، عايزك تقراهم في الماتيريال. ايه هي؟ معرفه المنتج ومعرفه الشركه ومعرفه العميل، والتفاصيل دي كلها موجوده. تمام، عندك في الماتيريال. طيب دلوقتي بقى نرجع تاني عشان نفهم. احنا قلنا كده في حاجتين: انك ترتب الاولويات وتقيم علاقه ثقه ايه
عاطفيه. هتعمل ده ازاي؟ اول حاجه لازم تفهم عميلك يدرك القيمه ازاي. يعني في حاجه اسمها القيمه المدركه، او بالانجليزي حاجه اسمها perceived value. perceived value هي المهم يا جماعه، هو الفاليو اللي عندك ولا الفاليو البرسيفد عند العميل؟ يعني الاهم هو القيمه اللي عندك ولا القيمه اللي يدركها العميل؟ مين اهم؟ الاهم اللي يدركها العميل، لان العميل لما بيدرك القيمه وتزيد القيمه جوه دماغه هيشتري. طب لو القيمه المدركه عنده قليله مش هيشتري. خلاص؟ عارف انت، انا عندي احلى اثاث منزلي في العالم، بس العملاء ما تعرفش عنه. ايه فايدتك بقى؟ عملت ايه؟ خدت بالك؟ فالماركتير الشاطر والسيلز الشاطر هو اللي يزود القيمه الايه؟ المدركه. طيب ايه بقى القيمه المدركه؟ بتيجي منين؟ بتيجي من معادله تساوي المكسب ناقص الالم. طيب ايه المكسب؟ المكسب هو كل ما يستفيده العميل من قيمه من الحصول على المنتج. خلاص؟ كل ما يستفيده العميل من قيمه من الحصول على المنتج. ايه الالم؟ كل التضحيات التي يقدمها العميل في سبيل الحصول على المنتج. كويس؟ طيب مبدئيا كده هل المكسب، ادراك العميل عن المكسب عند كل الناس واحد ولا نسبي؟ نسبي. ادراك العملاء عن الالم والتضحيات واحد عند كل الناس ولا نسبي؟ نسبي برضه. فالاثنين ايه؟ اكتب لي الكلمه دي، الاثنين ايه؟ نسبيان. خلاص؟ المكسب والألم. خلاص كده؟ ده سببه ايه او تفسيره ايه؟ مثلا دلوقتي احنا بنبيع عقارات. هتلاقي مثلا عقار معين ثمنه 10 مليون جنيه. كويس؟ هتلاقي في عميل ممكن يدفع هو كل ثروته اللي يملكها في الدنيا 15 مليون. ممكن يطلع 10 مليون يحطها في شقة لاولاده. في عميل كده. وفي عميل تاني ثروته مليار، بس هو ما يطلعش 10 مليون لاولاده. مش ده موجود وده موجود؟ حد خد باله؟ فامتلاك العميل للفلوس والقدرات الشرائيه ملهاش علاقه بشعوره بالمكسب او القلب. ملوش علاقه. ده موضوع نسبي تماما. تمام كده؟ طيب ايه هو المكسب بقى؟ المكسب هو الصفات الموجوده في البرودكت بتاعك، في المنتج بتاعك، اللي انت بتحولها الى ايه؟ فوائد يستفيدها العميل. تمام؟ طيب ايه الالم اللي بيوجع العميل؟ اول حاجه هو ايه؟ السعر. ده اول تضحيه بيضحي بيها العميل في سبيل الحصول على ايه؟ المنتج. تاني حاجه الوقت. تالت حاجه المجهود. رابع حاجه المخاوف. كل دي بالمناسبه بتطلع لي ايه في الاخر؟ اعتراضات العملاء. خلاص؟ ففكروا كويس كده. فكروا كويس في المعادله دي، ان انا عندي مكسب او شعور العميل بالقيمه مرتبط بحجم المكسب اللي هيكسبه ناقص الالم اللي بيضحي بيه. وده، اشرب بس بق ميه. وده اللي بيفسر لحضرتك ليه العميل في اول البيعه بيبقى متحمس جدا ومهتم جدا وكل حاجه. ليه بيبقى متحمس ومهتم؟ لانه شايف ايه قدامه دلوقتي؟ المكسب. طيب فجاه تلاقيه ايه؟ اختفى. ليه؟ لانه شاف الالم. حد خد باله؟ لانه شاف قدامه الالم. طب امال المفروض نعمل ايه؟ او المثال الشهير اللي دايما بقوله، طبعا اللي حضر معايا التدريب عارف القصه دي. لو انا قلت لكم يا جماعه ايه رايكم في الرياضه؟ الرياضه حلوه ولا وحشه؟ الرياضه جميل. الرياضه حلوه. يلا نجري 10 كيلو. هتحسوا بايه دلوقتي؟ لا كده يعني. بالظبط كده. ماشي؟ فهمتوا قصدي يا جماعه؟ فدي الفكره، ان احنا كلنا نفسنا في الرياضه واثر الرياضه وجمال الرياضه. كلنا نفسنا في كده. حد فينا قادر على انه ينزل يجري او عايز يجري؟ كلنا نقدر نجري. كلنا نقدر نجري. هل عايزين نجري؟ لا. مستعد تدفع التضحيه دي؟ لا. وده اللي بيخلينا ما بنقدرش نكمل في الجيم. ده اللي بيخلينا ما نقدرش نكمل في الدايت. ليه؟ انا مش مستعد اضحي التضحيه دي. انا عارف ان هخس، وعارف ان صحتي هتبقى كويسه، وعارف ان انا هنام كويس، وعارف ان جسمي مش هيوجعني. انا عارف. بس انا مش مستعد اخد الايه؟ الالم ده عشان اوصل للقيمه دي. تمام؟ فالفكره يا جماعه باختصار شديد جدا، مشكله البياعين دي مشكلتنا يا جماعه. نكتب الجمله دي في التسويق والاعلان والمبيعات، الثلاث حاجات دول. اكتب الجمله دي. لازم نوضح ان التضحيه اللي بتقدمها هي الوسيله عشان تحصل على المكسب اللي انت عايزه. اكتب القاعده دي. لازم تعرف انت بتكلم نفسك عن العميل كانك بتكلم العميل. لازم تعرف ان السعر اللي بتدفعه هو التضحية اللي بتدفعها مقابل الحصول على المكسب اللي انت عايز تحققه. طيب ده بالمناسبة يخليك تروح فين؟ زي ما قلنا
اللوس افيرجن. واحنا ازاي نقدر نقضي على اللوس افيرجن؟ ازاي نقدر نقضي على اللوس افيرجن؟ انك تزود شعور العميل بالايه؟ بالمكسب، وتقلل شعوره بالايه؟ بالالم، وبالتالي ايه اللي يحصل في القيمه؟ تزيد. خدت بالك انت لما تزود شعور العميل بالمكسب اللي هيكسبه لما يشتري المنتج بتاعك، وتقلل شعور العميل بالالم اللي بيدفعه، تقلل شعور العميل بالتضحيه اللي هيدفعها في سبيل الحصول على منتج، القيمه بتاعتك، القيمه المدركه في ذهن العميل مالها؟ هتزيد. ده نعمله ازاي بقى؟ ده نعمله لما، طبعا الميزان ده برضو مهم جدا، ميزان احنا عايزين كفه المكسب هي اللي تبقى اكبر من كفه الالم. خلاص. الميزان ده يا جماعه بالمناسبه جوه دماغ العميل طول الوقت، يعني هو عايش بيه طول ما هو بيتكلم معاك، الميزان ده شغال رايح جاي. خلاص. فالبياع الشاطر هيعمل ده ازاي؟ لما يفهم كويس ان هل العميل عارف هو عايز ايه. انا كنت بقول لازم تعرف ان السعر اللي بتدفعه هو تضحيه في سبيل الحصول على القيمه اللي بتستفيدها من المنتج. خلاص. يعني بالمناسبه كده يا جماعه السر كله في الجمله دي، انك تفهم العميل ان السعر اللي بتدفعه هو التضحيه في مقابل الحصول على القيمه اللي في المنتج. احنا طبعا للاسف معظم البياعين لما يجي ناحيه السعر في الكلام مع العميل بيحصل له ايه؟ بيحاول يسكت الكلام عن السعر. بص يعني ايه اقبل السعر، الله يخليك، الله يخليك اقبل السعر، ربنا يبارك لك يا رب تروح تحج. فاهم؟ لكن الموضوع مش كده يا ابني. لما العميل يتكلم في السعر يقول لك ايه ده بس ده غالي، انت تنطلق في الكلام. ايوه يا فندم، غالي بالنسبه لايه؟ البائع الشاطر هو اللي ينطلق اول ما العميل يقول له ايه ده بس ده غالي، يعني يا سلام تعالى لي بقى، ده انا مستنيك. فتقول له حلو جدا، غالي بالنسبه لايه؟ فيقول لك والله بالنسبه لظروفي، طبعا دي تفاصيل حل الاعتراضات بقى. يقول لك والله بالنسبه لظروفي انا، عليا انا. طبعا ما تجيش تقول له والله ما يعني مفيش حاجه تغلى عليك يا ريس، فاهم؟ ما تقولش كده، لكن تقول له ايه؟ تقول له حلو جدا، طب حضرتك كنت محتاج ايه اصلا؟ فيقول لك انا كنت محتاج حاجه اقل، يعني حلوه الحاجه بتاعتك بس محتاج حاجه اقل. تقول له حلو جدا، طب تعالى نفكر بقى حضرتك هتستفيد ايه باللي انت بتدفعه؟ هتستفيد ايه من المنتج بتاعنا؟ الفايده بتاعتنا ان احنا هيحصل لنا واحد اتنين تلاته اربعه، هنروح في الحته الفلانيه، هنعمل كذا. فهمت قصدي؟ ده بالمناسبه يعني اهم تكنيك في الحل الاعتراضات احنا بنستخدمه في الكورس بتاعنا. يعني كلمه اصلا بالمناسبه، كلمه غالي بالنسبه لايه دي كلمه احمد خليفه بفضل الله عليا يعني. خلاص الحمد لله علمتها للسوق كله يعني. فانت لما العميل بيقول غالي، دي فرصتك عشان تبين القيمه اللي هيستفيدها العميل مقابل التضحيه اللي بيضحي بيها. تمام كده؟ فعشان كده، دي حته بقى احنا قلنا ايه؟ انك انت لازم تعرف كويس ان العميل مش عارف بالتحديد هو عايز ايه، ومش عارف بالتحديد انت بتبيع ايه. فعشان تقدر تقنعه باللي انت بتبيعه لازم تفهم قاعدة مهمة جدا جدا جدا، يا ريت تكتبها ورايا. طول ما العميل بيسمع هو بيفكر لوحده، وطول ما العميل بيتكلم بيفكر معاك. ركز في القاعدة دي. طول ما العميل بيسمع بيفكر لوحده. يعني طول ما انت بتتكلم، طول ما الاعلانات شغاله، ركزوا في الموضوع ده. انا بكلم دلوقتي كل الناس المسؤوله عن الماركتنج، ادفرتايزنج وسيلز، الاعلانات والمبيعات، كل اللي شغالين في الماركتنج. طول ما حضرتك بتتكلم بس، انا بسمع وبس. طول ما انت فاتح حوار بينك وبين العميل هيفكر معاك. تمام كده يا جماعه؟ ركزوا معايا الله يخليكم. فعشان كده في قاعده مكونه من 5 كلمات: اسئله كتير، معلومات كتير، فهم اعمق، علاقه ثقه اقوى، شراء كتير. 5 كلمات: اسئله كتير. تسال طول ما انت البياع بقى، دلوقتي انا بكلم البياع. طول ما انت بتسال كتير فانت بتسمع كتير، معلومات كتير، دي بتخلي فيه فهم اعمق لاحتياجات العميل بتاعك، وبالتالي تقدر تبني علاقه ثقه اقوى، وبالتالي تقدر تخليه يشتري منك طول العمر. يا جماعه حط نفسك دلوقتي حالا وانت بتسمع الكلام اللي انا بقوله ده مكان العميل. حط نفسك دلوقتي مكان العميل. وطبعا زي ما احنا دايما بنقول في التدريبات بتاعتنا، طول ما انت زي ما انت بتبيع لعميل، انت عميل لبياع تاني. صح؟ انا مثلا ببيع عقارات، واحد مثلا بيبيع عقارات، هو في نفس الوقت بيشتري لبس، بيشتري موبايل، بيشتري شوز. طب انا ببيع موبايلات، انا بشتري لبس. طب انا ببيع مش عارف بلاستكس وبي تو بي وبتاع، بتشتري قلم، بتشتري شوز. صح كده؟ طيب انت بقى، مش كلنا يا جماعه كعملاء مش نفسنا نلاقي بياع نقدر نثق فيه ونعتمد عليه؟
كلنا نفسنا في ده. والعميل بتاعك اقسم بالله العظيم، اقسم بالله نفسه في كده، نفسه يلاقي بياع يعتمد عليه ويثق فيه، يثق فيه الاول ويعتمد عليه بعد كده، الاعتماديه اكبر. دي بقى علاقه الثقه العاطفيه. ازاي اقدر اخلي العميل يعتمد عليا ويفضل يمسك فيا ويشتري مني على طول ويقول لاصحابي على طول كلهم؟ امتى؟ لما اقدر اعمل الجزئيه اللي هنتكلم عنها دلوقتي. ايه هي؟ ودي برضو مهمه جدا، الجزئيه دي مهمه جدا 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 جدا. تمام. ان احنا كعملاء طول الوقت احتياجاتنا مالها؟ بتزيد طول الوقت، احتياجاتنا بتزيد، وتطلعاتنا بتزيد، وتوقعاتنا بتزيد. طيب اخبار ظروفنا ايه بقى؟ الحمد لله مش بتزيد. الحمد لله. خلاص ظروفنا صعبة. وزي ما قلنا، ظروفنا الحقيقية ولا ظروفنا النفسية؟ ركز في الحتة دي. ظروفنا الحقيقية ولا ظروفنا النفسية؟ ظروفنا النفسية، مش ظروفنا الحقيقية. ممكن نكون زدنا في الدخل وزدنا في المرتبات وعملنا شغل كل اللي انت عايزه، بس ظروفنا النفسية صعبة. لو انا جبت لك، يعني بقى اللي مش شاطر للاسف، لو انا جبت لك اللي انت محتاجه، يعني انت نفسك في ايه يا ريس؟ والله نفسي في شقه تبقى كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. حلو جدا. فانت الاحتياجات مالها؟ بتزيد. جبت لك حاجه، يعني جبت لك منتج يتناسب مع الاحتياجات بتاعتك. هل هو مناسب لظروفك؟ يعني جبت لك مثلا شقه ب 10 مليون جنيه في الحته الفلانيه، بتعمل كذا وفيها كذا ومساحتها كذا. تمام. يقول لك لا يا عم، يا نهار ابيض، ايه يا عم ده؟ مقدمها كام دي؟ هيقول لك مقدمها 10%. نتكلم في مليون والاقساط على 8 سنين. يا نهار ابيض، ادفع كل ده؟ تمام، لا مش مناسب معايا. طيب لو انا قلت له طب انت معاك ميزانيه كام؟ قال لي 5 مليون. لو انا جبت له حاجه تتناسب مع ظروفه، وادي الشقه اهي 5 مليون، حلوه جميله في منطقه الفلانيه، لا 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 يا عم، المنطقه دي وحشه قوي. فانت لو جبت له حاجه تتناسب مع احتياجاته هيقول لك ظروفي ما تناسبش. جبت له حاجه تتناسب مع ظروفه ويقول لك ايه ده، دي وحشه قوي. مش ده يا جماعه اللي بيحصل دلوقتي؟ انك تجيب للعميل اللي نفسه فيه يقول لك ده غالي عليا، تجيب له حاجه تتناسب مع ظروفه يقول لك دي وحشه قوي كده ليه؟ فالمشكله هنا يا جماعه، احنا هنا انت مش بياع بالطريقه اللي انا قلتها دي. دي انت كده مش بياع، انت كده ايه، محولجي. تاخد الطلب تروح تجيبه زي ما هو طلبه. انت كده مش بياع. البياع بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ترتيب الاولويات. ركزوا بقى في الحته دي. بيسمع وبيفهم الاحتياجات وبيفهم الظروف، ويروح يفضل يقرب واحده واحده لغايه ما يوصل مع العميل لايه؟ للي هو محتاجه فعلا، عن طريق ترتيب الاولويات. شفتوا الدايره دي؟ بسمع الاحتياجات، بفهم الظروف، واقعد اروح وارجع مع العميل بتاعي. الشكل اللي على الشمال ده بعمله ازاي؟ عن طريق الشكل اللي على اليمين. ايه الشكل اللي على اليمين ده؟ ان انا اخليه يتكلم معايا عشان يفكر معايا عشان يشتري معايا. تمام. بالطريقه دي انا بعالج الثلاث حاجات دول، بعالج معتقداته وبعالج مشاعره وبعالج معلوماته. تمام. بطور، بشتغل على المعتقدات بتاعت العميل. هو معتقد ان البياعين نصابين، وان الشركات كلها مغليه السعر وخلاص، ومعتقد ان الوقت ده مش وقت شراء، وخايف من اللوس افيرجن. ده بقى المخاوف. في المخاوف ايه؟ خايف من المجهول، وخايف من اللوس افيرجن، انه يخسر. خايف من من ان هو الحاجه دي ما تطلعش مناسبه ليه. خايف من انه يخسر فلوس. دي اسمها مخاوف. ايه بقى المعلومات؟ عنده معلومات بقى مغلوطه، عنده معلومات مش كامله، حد عك في الكلام معاه، وبيسمع طول الوقت وبيشوف فيديوهات طول الوقت. فالثلاث حاجات دول، المعتقدات والمشاعر والمعلومات. بالمناسبة المعتقدات والمشاعر موجودين في العقل اللاواعي، والمعلومات موجودة فين؟ في الواعي. فانا يعني ده مثلا احنا بنعمله في الكورس بتاعنا، احتراف البيع الحديث واحتراف المبيعات العقاريه. احنا بنشتغل مع العميل في اعمق اعماق المعتقدات والمشاعر بتاعته. خلاص. فانا هنا بقى في السلايد دي احنا هنتكلم على اختصار العمليه البيعيه كلها. يعني ده شكل العمليه البيعيه بالمناسبه اللي احنا بنشرحها طول الوقت، بنشرحها في الاداره وبنشرحها في البيع. تمام. ده شكل العمليه البيعيه، هو يخض شويه بس ده الشكل بتاعها. خلاص. اللي فوق هو العميل واللي تحت هو انت. تمام كده. والنص الاولاني هو بتاع الاعلان، والنص الثاني بتاع المبيعات، والنص الثالث بتاع خدمه العملاء. تمام كده، او خدمه ما بعد البيع. تمام. طيب فخلينا نبدا ناخد مثال او ناخد تفصيص العمليه دي بنعملها ازاي. اول حاجه، انت في المكالمه بتاعتك، احنا طبعا في عندنا ثلاث مراحل كبيره في البيع: المكالمه والاجتماع والعقد. خلاص. ايا كان الصناعه اللي انت فيها ايا كانت، ممكن طبعا الثلاثه يتعملوا في قعده واحده. يعني مثلا انا لما دربت فريق مبيعات شركه العربي، تمام، دربت هناك حوالي 700 بياع. كويس. شركه العربي علمتهم ازاي يعملوا الثلاث حاجات دول في الوقفه الواحده.
يعني هو واقف مع العميل بتاعه بيعمل زي بيعمل كول ميتنج كونتراكت، لان البيعه كلها على بعضها ممكن تبقى نص ساعه. بالمناسبه البياعين هناك كان متوسط البيع بتاعهم ده بالاحصاءات بتاعت الشركه، احصائيات الشركه، كان متوسط البيعه بتاخد وقت حوالي 45 دقيقه لساعه، من 45 ل 60 دقيقه. بعد التدريب بقى المتوسط بتاعها من 15 ل 20 دقيقه. متخيلين؟ يعني المجهود بتاع البياع ماله بقى التلت، تلت على طول، خلاص مجهود. فطبعا ده ادى البياعين القدره ان هم يضاعفوا مبيعاتهم مرتين وثلاثه. تمام كده؟ ده حصل في منتج صغير اللي هو شاشه، مثلا غساله، ثلاجه، الحاجات دي. ما بالك بقى بتوع العقارات؟ الوقت البيعه اللي كان طويل جدا بقى اقصر بكتير، وحاضر معانا طبعا كتير من الناس اللي حضروا معايا التدريب قبل كده، ممكن هم يقولوا لكم يعني. تمام. فالفكره باختصار ان دورك هو انك تعمل مكالمه تحاول توصل بيها لطلب العميل، الريكوست بتاعه. تحاول تجيب الريكوست ده ازاي؟ انك تخليه يتكلم معاك. طب ازاي تخلي العميل يتكلم معاك؟ بالاسئله، انك تسال العميل فتخليه ايه؟ يتكلم. كل ما بتسال اكتر كل ما العميل بيتكلم اكتر. تمام. كل ما تسال اكتر كل ما العميل يتكلم اكتر، وكل ما يتكلم اكتر يعمل ايه؟ هيفكر مع مين؟ معاك انت. تمام. فننتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي ايه؟ يفكر معاك. لما يفكر معاك انت بتشجعه انه يعمل ايه؟ طبعا بالمناسبه الاسئله بتخليك تطلع حاجه اسمها ايه؟ العرض. الاسئله تخليك انت تقدر تبني العرض، العرض المقنع. كويس. طيب بعد ما بتعمل العرض المقنع، ايوه متسجله يا استاذ أحمد. خلاص، بعد ما بتعمل العرض المقنع ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عند العميل القدره والرغبه انه يعترض، وانت بتشجعه انه يعترض. ما يا جماعه في النقطه دي بتقول له ها، في عند حضرتك اي سؤال، في عند حضرتك اي حاجه، انا مع حضرتك. دي احنا بنقولها في الكورسات بتاعتنا، وبالبياعين بتوعنا بيقولوها للعملاء، انا مع حضرتك، قول. حضرتك تحب تسال عن حاجه، تتكلم عن حاجه. طبعا الاعتراض معناه جوه عقل العميل ايه؟ سؤال. هو مش هيقول لك انا عندي اعتراض، لا، هو اسمها عندي سؤال. هتقول له اتفضل حضرتك، يقول لك بس يعني ده بصراحه غالي قوي، يقول لك غالي قوي. كده طبعا اداك اشاره ان العميل ده هيشتري بجد ولا هيلعب، هتفرح بالاعتراض ولا هتزعل. البائع الشاطر زي ما كنت بقول لحضراتكم، البائع الشاطر بيفرح جدا بالاعتراضات جدا. فلما تلاقي العميل بيقول لك بس ده غالي جدا، هتعمل ايه؟ تقول له حلو جدا. غالي بالنسبه لايه بقى؟ فكانه خد خبطه في دماغه. تمام. بالمناسبه احنا بنحاول دايما دايما في المكالمه نقضي على المعتقدات الخاطئه. تمام. عشان في الاعتراضات نهدي الايه؟ المشاعر السلبيه، عشان ندي المعلومات الصحيحه فين؟ في الكلوزنج، في الاغلاق. خدت بالك؟ فلما يقول لي غالي، طيب هناخد غالي بالنسبه للمنافسين. خلاص حاضر. لما العميل يقول لك غالي جدا فتقول له تمام، غالي بالنسبه لايه؟ طبعا ما تقولوش ايه، لا مش غالي، ده انت كده بتبوظ دماغ العميل. لما يقول لك غالي جدا فتقول له غالي بالنسبه لايه؟ انا مع حضرتك، غالي بالنسبه لايه؟ قال لك بالنسبه للموجود بره، يعني في شركات تانية، في منافسين تانيين ليك سعرهم اقل من كده بكتير. فقال له ممتاز جدا. طيب هل هم بيقدموا نفس القيمه دي؟ طبعا في التكنيك ده بيتشرح في محاضره كامله، يعني انا بحاول بس اقول بسرعه يعني. خلاص. فبقول له هل بيقدموا نفس القيمه بتاعتنا دي؟ فساعتها هو خد ايه؟ خبط على دماغه. فيقول لك اه نفس القيمه دي واحسن منك كمان. فاقول له حلو جدا، تعالى لو تسمح لي نفكر مع بعض بصوت عالي. اول حاجه، كل الشركات شركات محترمه جدا، لكن كل شركه بتسعر المنتج بتاعها بناء على القيمه اللي بتقدمها. حد خد باله؟ كده انا عملت ايه؟ عملت قصف جبهه للمنافسين بتوعي كلهم من غير ما اغلط فيهم. هقول تاني حاضر، عينيا الاثنين. لو العميل قال لي غالي جدا، هقول له تمام انا مع حضرتك، غالي بالنسبه لايه؟ فقال لي غالي بالنسبه للمنافسين بتوعك، المنافسين بتوعك بيقدموا منتج اقل من كده في السعر. فاقول له ممتاز انا مع حضرتك جدا، بس هل بيقدموا نفس القيمه دي؟ يعني هل بنفس القيمه بتاعتنا؟ طبعا هو كده خد الشاكوش، هو خد الشاكوش خلاص. تمام. بس هو هيقول ايه؟ ايوه بيقدموا قيمه زيك بالظبط كده واحسن منك كمان. فاقول له تمام انا مع حضرتك، ولو تسمح لي بس نفكر مع بعض بصوت عالي. كل الشركات المنافسه لينا كلها شركات محترمه جدا، لكن كل شركه بتسعر المنتج اللي هي بتقدمه بناء على القيمه اللي بتقدمها. وواحد زي حضرتك عايز قيمه عاليه جدا، اتكلم ازود هنا ايه بقى؟ المكسب. واتكلم على المكسب، ما اقولش قيمه، يعني ما اقولش القيمه، اقول الحاجه اللي انا بقدمها. يعني حضرتك بتدور على اساس منزلي لبنت حضرتك، هو اللي قال لك كده. بتدور على اساس منزلي لبنت حضرتك، فبتدور على اعلى قيمه عشان حاجه تشرفنا، وحاجه تكون متميزه، وحاجه تعيش معاهم العمر كله. احنا مش كل شويه بقى هنقعد نغير ونقعد نعمل. تمام. دي نقطه. تاني نقطه،
انا لو حطيت فلوس في الحاجه دي، الفلوس اللي انا بحطها انا مش بحطها في الاثاث ده دلوقتي، انا بستفيد بيها لمده 20 سنه. بص انا عملت ايه دلوقتي؟ قسمت الرقم، مثلا هيشتري اثاث ب 500,000 جنيه، تمام؟ انا قسمت ال 500 دي على كام سنه؟ على 20 سنه. كده احساسه بالالم هيحصل له ايه؟ هيقل. احساس العميل بالالم هيقل، احساسه بالتضحيه هيقل. ليه؟ لانه شاف قدامه الايه؟ المكسب، شاف قدامه الفايده اللي هيستفيدها. تمام كده؟ حلو الكلام. يعني احمد ده مبسوط، احمد عزب معايا مبسوط، الراجل ده بيحضر المحاضرات دي كل يوم يا جماعه، مش متخيلين. خلاص، فانا دوري هنا ايه يا جماعه؟ هي دي اللعبه بتاعتك، هو ده دورك، هو ده دور الماركتينج والادفرتايزنج والسيلز. هو ده دورنا، هو ان احنا نزود المكسب اللي هيكسبه العميل ونقلل الالم اللي بيحس بيه العميل. وتبني علاقه. انت لما تبدا بالسؤال، هي دي النقطه يا جماعه، انا لما ببدا البيعه بتاعتي بالاسئله المؤهله، تمام، وابدا اسمع العميل واتكلم مع العميل واسمع الظروف بتاعته واحكي له وهو يحكي لي، كده انا ببني علاقه ثقه عاطفيه. بخلي العميل يلزق فيا، هو يمشي ليه؟ انا امشي ليه؟ انا هفضل معاك. تمام؟ طيب، بعد ما قال لي اعتراضات، فقال لك لا بص يا احمد، بصراحه انا عايز منتج اقل من كده. يعني انت القيمه عاليه وكل حاجه، بس انا عايز منتج اقل من كده. فاقول له تمام، يلا بينا نعيد ترتيب الاولويات. ما بلاش دي وتعالى ناخد دي، ما بلاش دي وتعالى نشوف دي. هنا العميل لما ينزل معاك، طبعا انت خلاص اتاكدت ان هو مقتنع بالقيمه بس محتاج منتج مختلف، كده ممكن انزل معاه لمنتج تاني، تعالى نظبط دي بدل دي، تعالى نرتب اولوياتنا هنا بدل هنا. ساعتها العميل يحصل له ايه؟ هيقتنع ويشتري، ولا هيقول لك لا برضو انت غالي؟ هي دي الفكره بقى، انا بعمل حاجه اسمها بيريوريتايزنج، بعيد ترتيب اولويات العميل. هي طبعا اهم مرحله في كل القصه دي هي المرحله دي، مرحله التفكير، مرحله حل الاعتراضات، مرحله البيريوريتايزنج. تمام؟ طيب، علشان في الاخر ايه اللي يحصل؟ تمام، بعد ما اخلص الاعتراضات افضل اتابع، ودي بقى بقت اهم مهاره دلوقتي، افضل معاه. وتعريف المتابعه ايه؟ لو لما تبص على الماتيريال، تعريف المتابعه هي الاستمرار في تقديم وزياده القيمه في ذهن العميل. معانا نقطه، النقطه دي يا احمد، الاستمرار، اكتبوا التعريف ده، هي مكتوبه في الماتيريال عندك. خلاص، الاستمرار في زياده القيمه في ذهن العميل. طول الوقت انت بتزود القيمه، بتزود القيمه، لان العميل دلوقتي بقاش بيشتري من اول مره، بقاش بيشتري من تاني مره، بقى بيشتري زي ما قلنا قبل كده انه بيعقد الايه؟ الشراء. هو بيعقد الشراء، بيطول الشراء. فانت طول الوقت، طول ما انت بتتكلم معاه، بتتابعه على الواتساب، بتتابعه على كذا، بتخليه يروح على مثلا قناه معينه انت عاملها على السوشيال ميديا، وديه على القنوات بتاعتك، ابني قناه بتدي معلومات، ابني بيج على الفيسبوك، ابني بيج على الانستجرام، كلها مليانه فيديوهات وشرح وتوضيح وكلام. البيع دلوقتي يا جماعه بقاش خلاص انك انت بتتكلم على عميل يشتري، انتهى الموضوع ده خلاص، خلص. انت بتبني قيمه، بتزود قيمه، بتزود قيمه، بتزود قيمه، دايما دايما بيسمع منك كلام حلو، دايما بيفهم منك معلومات. انت بقى هنا، من كتر بقى ما بيسمع منك انت، بيبدا يلزق فيك انت، تبقى في علاقه ثقه عاطفيه، فيبدا يقول لك، يطلع بقى اللي جواه. طب انا بص انا بفكر اشتري، بس يعني ايه، محتاج اجل القرار شويه. قول له يا باشا براحتك، عايز تاجل اجل، عايز تستفيد بالعرض دلوقتي ماشي، عايز تاخد العرض في وقت تاني ربنا يوفقك، عايز تاخد عرض تاني انا ما اعرفوش، بس في عرض تاني ممكن يحصل ما اعرفش، بس في عرض معايا دلوقتي، في خصم عندي كذا وممتاز وفي تقسيط وفي مش عارف مين وفي بتاع. فيقول لك طب معلش نخليها بعدين، تقول له ولا يهمك، عادي جدا. المهم ان انت تكون مستقر، وانا معاك لغايه ما نوصل للقرار المناسب. هنا بقى تقدر توصله لايه؟ للقرار، خليه يشتري ايه معاك. وساعتها هتكون انت اقرب واحد ليه في الحته اللي هو بيدور فيها، اقرب ليه من كل معارفه، هيقدمك انت عنهم كلهم، هتبقى انت الاستشاري بتاعه. لما تشتغل بالخطوات اللي انا بقول لك عليها دي، انك تخليه يتكلم معاك عشان يفكر معاك عشان يشتري معاك. تمام كده؟ انت مش بتبيع له ولا بتشتري له، يعني حتى ممكن تقول الجمله دي، اكتبها ورايا، انا مش ببيع لحضرتك ولا بشتري لك، انا بشتري معاك. ببيع لك يعني ايه؟ بعرض عليك المنتج. بشتري لك يعني ايه؟ انا بجيب لك المنتج واديه لك. خلاص، لا انا بشتري ايه؟ معاك. طب انا مش عايز اشتري دلوقتي، براحتك خالص، براحتك خالص، وتقولها له كده، براحتك خالص ولا يهمك. تمام؟ ساعتها العميل بيحصل له ايه؟ ايه ده انا حر، ده انا اقدر اتحرك براحتي. الخوف بقى ساعتها يحصل له ايه؟ ينزل. وديه بقى على حاجه، وديه على قناه، على تشانل انت عاملها، وديه على صفحه،
خليه كونسيوم، يستهلك المعلومات، يستهلك الفيديوهات، يستهلك الفيديوهات لغايه ما يستوي ويبقى عميلك. كده يا جماعه حرفيا مفيش حد هيخش يكلمك غير غالبا يا يفكر يشتري يا يشتري. تاني تاني، مفيش عميل ابدا هيخش يكلمك في عمرك الا ويا اما يفكر ويرشح لك يرشحك لحد او يشتري منك على طول. تمام. امتى بقى؟ دلوقتي قدام ولا يهمك. افتح الوقت، خليك معاه، تابع على طول وطور آلية. جروبات، جروبات مثلا، جروب على الواتساب، تفتح شات معاه على الواتساب، تخليه يروح على قناة معينة، تفضل مخليه مستمر معاك. صناعة الكونتنت كرييشن يا جماعة دلوقتي، صناعة المحتوى على السوشيال ميديا ما بقاش اختيار، ما بقاش اختيار، بقى ضرورة. اي حد بيبيع اي منتج، اي حد بيشتغل ادفرتايزنج في اي بزنس لازم يبقى ليه قنوات على السوشيال ميديا شغاله بتبيع. مش بتبيع يعني بتزق المنتج، لا، شغاله بتدي معلومات 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 معلومات. تمام. ومعلومات زي ايه؟ زي الثلاث حاجات دول. تمام. معلومات عن الاويرنس، ادي الثلاث حاجات دول اهي. بتدي اويرنس، تتكلم عن الاهداف اللي بيحققها المنتج، بتتكلم عن المشاكل اللي بيحلها المنتج. لو انت بتبيع مثلا، تعال ناخد مثال، بتتكلم عن العقارات، انت بتبيع مثلا عقارات، تعالى كلمه عن الاستثمار في العقار، ويعني ايه كلمه ROI، ريتيرن اون انفستمنت، وبنحسبه ازاي، والعقار مثلا ايه معايير تقييم العقار. تمام. بتتكلموا عن الحاجات دي اهو، زي مثلا كلام عن الاهداف اللي بيحققها المنتج والمشاكل اللي بيحلها المنتج. قول له الاستثمار بتاعنا كذا. الاهداف بقى انك انت ازاي تختار العقار اللي يعني يخلي اسرتك تنتقل لمستوى تاني، او يعني ايه، او ازاي اقدر اختار العقار الانسب. وتعمل بقى كونتنت مثلا تقول له ازاي ما تخسرش فلوسك في العقارات. بص احنا بنعمل حاجه اسمها ايه، البدايه المقلوبه او البدايه المعكوسه يعني، وفيها سؤال. من اكتر الهوكس او من اكتر الحاجات اللي بتجذب اهتمام الناس ثلاث حاجات، ان انا سؤال او رقم او معلومه معكوسه. سؤال مثلا زي ايه، ازاي تدور على بيتك في مثلا في كذا، او ازاي تدور على استثمار افضل في كذا. رقم يعني ايه 10 نصايح عشان تعمل كذا. او معلومه معكوسه، ازاي ما تخسرش فلوسك تمام. فانت ممكن تستخدم هوكس شبه كده، دي بدايه الكلام. طبعا في تفاصيل حتى بنشرحها في الكورسات بتاعتنا في صناعه المحتوى يعني. تمام. وطبعا في ناس متخصصه في الكلام ده اكتر مني، يعني في ناس ما شاء الله كانوا بيتكلموا في الكلام ده، بس انا بتكلم عن الحاجات بتاعتنا احنا البيعيه يعني. تمام. فانت بتتكلم عن الاهداف والمشاكل. لو انا ببيع مثلا قطع غيار، ازاي تختار قطعه الغيار الانسب للمكنه دي، ازاي تختار اثاث مكتبي، ازاي ما يضحكش عليك وانت بتشتري اساس مكتبك. اهم خمس حاجات تاخد بالك منها وانت بتفرش شركتك. هي دي الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. ايه اهمية، او هيفرق معاك في ايه لما تفرش مكتبك صح. ده العائد على الاستثمار في المنتج. فانا لما يا جماعة لما بشتري اساس مكتبي انا بانفست، بستثمر. تمام. مثلا احنا عندنا في الكورس بتاعنا مثلا 90 يوم، او مثلا ايه الاخطاء اللي بيعملها مدير المبيعات اول ما بيشتغل في الشركه. فانا كده كلمته عن ايه، عن المشاكل اللي بتقابل مدير المبيعات لما بيدخل الشركه. لما بكلم البياع مثلا اقول له ايه، انت بتخسر قد ايه لما ما تتعلمش متابعه. كده انا بقى كل ده في الاويرنس، الوعي، بصنع وعي عند العميل. بعد كده بعمل ايه، بصنع كونسيدريشن، بكلمه بقى عن تفاصيل، او بفصل في توضيح الفرق اللي بيحققه المنتج. تمام كده. يعني مثلا نتكلم على الاساس المكتبي، عينك بتشوف ازاي المكتب ابو 20,000 والمكتب ابو 10,000. كده أنا فصلت في الفرق ما بين المكتبين، واجيب مكتب ب 20 واجيب مكتب ب 10 واصورهم واحط الصورتين جنب بعض، اقول له هل العين بتلقط ده زي ما بتلقط ده. طيب ده كده اتكلمت في الصفات ولا الفوائد؟ كده اتكلمت في الصفات، تعال نتكلم بقى في الفوائد. لما العميل بتاعك يجي يزورك في مكتبك وانت ابو 20، هل هيشوفك زي ما بيشوفك وانت معاك مكتب ب 10؟ كده العميل اللي قدامك هيدفع فلوس في المكتب ولا يدفع الفلوس في الايمج اللي بتتحقق لما بيقعد على المكتب ده؟ حد خد باله؟ هتدفع 10,000 جنيه زياده في مكتب ولا تدفع 10,000 جنيه زياده في الفلوس اللي هتخش لما تقعد على المكتب ده؟ حد خد باله يا جماعه؟ كده انا خليت العميل يشتري الفايده ولا يشتري الصفه؟ تمام. كده انا خليته يشتري الايه، الفايده بالظبط كده. فانت اتكلم عن الفايده. خد المنتج بتاعك، خد المنتج بتاعك وحوله الى ايه، فايده، واتكلم عنه. هنا يدفع الفلوس، يطلع الفلوس. طب في الاخر ما معهوش الفلوس دي، خلاص مش عميل يا جماعه.
عملت ورحت وجيت وفضلت متابع 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 معاه، وفضل يتفرج على فيديوهات فيديوهات فيديوهات. اول ما يجي له واحد، انا دلوقتي عم مكتب صغير، مكتب محاسبه صغير، عندي اثنين ثلاثه موظفين، والعملاء بتوعي على قدهم. خلاص، فاشتريت المكتب ابو 10000، ما اشتريتش منك. خلاص كده، تمام. بس انا طول الوقت ايه؟ بتفرج على الفيديوهات بتاعتك، فيديوهات بتاعتك، فيديوهات بتاعتك طول الوقت. جالي واحد صاحبي من المحاسبين الكبار، وقال لي يا ريس، ده انا بفرش الشقه، بفرش الشركه بتاعتي دلوقتي، ما تيجي تزورني؟ انا اوتوماتيكلي هقول له ايه؟ انت باشا اشتريت ولا لسه؟ على طول، اشتريت ولا لسه؟ يقول لك لا لسه، ده انا لسه عايز افرش المكتب. يا باشا ده في شركه جاب، بص فيديوهاتهم، خد، تك تك تك، خد الفيديوهات. بالمناسبه يا جماعه، انا كاحمد لغايه النهارده بفضل الله عليا ببيع طول الوقت كده. يعني أنا في شركه كنت النهارده فيها الصبح، الاي تي بيلرز. خلاص، شركه اي تي بيلرز دي دي شركه دعايه التقنيه، شركه سوفت وير موجوده في السعوديه. خلاص، ما اعرفش مين انهم حد حاضر معانا ولا لا. تمام. فشركه اي تي بيلرز، الباشمهندسه مها اللي هي مديره المبيعات في مصر، هي كلمتني قالت لي انا في صديق ليا، يعني صديق ليهم في الشركه، الراجل ده يعرف واحد اشتغل مع حضرتك. فقلت لها مين؟ مين الواحد ده؟ قالت لي ما اعرفوش. طب مين صديق حضراتكم ده؟ قالت لي اسمه. قلت لها انا ما اعرفوش، يعني انا نفسي ما اعرفوش. الشخص اللي رشحني للشركه دي انا ما اعرفوش والله، ما سمعتش اسمه قبل كده. ففي واحد اشتغل معايا وعمل الحمد لله نتائج كبيره جدا، فصديقه سمع منه، فلما الباشمهندسه انا اتكلمت قدامه راح قال لها روحي لاحمد خليفه. لا هي فاكره الراجل الاولاني، ولا انا اعرف الراجل التاني. ايه رايكم؟ بلاش البيعه دي، في بيعه تانيه دلوقتي برضو شغاله. تمام. الراجل ده قال لي ايه؟ الراجل ده قال لي احنا بنراجع في مكتب مراجعه، مكتب محاسبه كبير. فالراجل ده اللي احنا بنتكلم معاه كنا بندردش مع بعض في الحسابات وكده. هم شركه ملابس كبيره جدا. خلاص، فبيتكلم مع المكتب المراجعه ده، فبيقول له على فكره انا جال عندي ثلاث عملاء اشتغلوا مع واحد اسمه احمد خليفه، مبيعاتهم اتضاعفت. ثلاث عملاء عنده في المكتب مبيعاتهم ضربت في اثنين وثلاثه. اقول لكم على مفاجاه، اسم صاحب المكتب ده انا ما اعرفوش. انتوا متخيلين؟ فالراجل اللي هو العميل اللي أنا لسه ان شاء الله نشتغل مع بعض، بس احنا يعني ايه، في تظبيطات اداريه كده عندهم. فالراجل صاحب الشركه دي والمصنع ده قال لي انت اللي انت تقوله انا هعمله. انا سائل عليك للصبح، قال لي انا سائل عليك كل الناس اللي يشتغلوا معاك. حد خد باله يا جماعه؟ هي دي بقى النقطه، هي دي اصلا فكره الريفيرال، واحد بيكلم واحد. طب هو خلاص ما اشتراش مني زي ما قلنا، خلاص وديه على الكونتنت بتاعك. الكونسيدريشن مثلا انك تقارن بين المنافسين، بينك وبين المنافسين بشكل غير مباشر، انك تتكلم عن قوه البراند بتاعك والتاريخ بتاعك، تعمل لي فيديوهات. يعني مثلا في انتر سولار دلوقتي، شركه انتر سولار، عبد الرحمن مثلا معانا اهو، في دلوقتي ما شاء الله كامبين حلوه جدا حاطين، انا عبد الرحمن محمد انتر سولار، انا فلانه انتر سولار، انا فلان انتر سولار. بيعرف الناس بالموظفين الموجودين في انتر سولار. فانا كده بتكلم عن البراند بتاعي، اخلي فيه علاقه بينه وبينك، ده اسمه كونسيدريشن. اخر مرحله خالص تعملها في الكونتنت بتاعك هي ايه؟ كونفرجن. كونفرجن يعني تحويل. تحويل لمين بقى؟ بص، تحويل لمين؟ ان يبدا العميل يكلمني وتبتدي بقى البيع. ده فين بقى؟ ان اتكلم عن براند نفسه او برودكت معين، او اتكلم عن فايده معينه متميزه، او اعمل مثلا كونتنت عن شهادات العملاء اللي اشتغلوا معايا، او ادي عروض. بس كده. تمام. ده اسمه الكونتنت بتاعك. يعني الثلاث حاجات دول هم الكونتنت اللي انت بتكتبه لنفسك انت كبياع او كشركه. اشتغل على الكونتنت ده. تمام. فالعميل اشترى زي الفل. يعني احنا بالمناسبه، مش بس عشان ما تتوهوش مني، عشان ما تتوهوش او تهته مش عارف بقى هو ده هو اللي لسه. تمام. احنا قلنا يا جماعه لو العميل اشترى معايا زي الفل، طب ما اشتراش، اوديه فين؟ في الكونتنت. يعني العميل اهو خد القرار واشترى، اشترى تمام، طب ما اشتراش، اوديه في المتابعه، ويفضل مكمل معايا طول الوقت. يعني ممكن برضو ايه، عشان الامور تبقى واضحه، هوضحها لكم اكتر من الكورس بتاع العقارات مثلا شغال دلوقتي، او كورس البيع. بصوا الصوره دي برضو عشان ايه تبقوا فاهمين الناس دي طبعا بتتعلم ايه، بس عشان تتخيلوا. يعني دي خطوات العمليه البيعيه بتاعتنا، شايفينها عامله ازاي؟ فانت لما توصل مع العميل لغايه
يعني كل مرحله هتلاقي في النص كده في ايه، المتابعه للوصول لكذا، المتابعه للوصول لكذا، المتابعه للوصول لكذا. فانا ما بسيبش عميل. وعندك الخطوط الزرقاء هي العملاء المهتمه، والخطوط الحمراء العملاء اللي مش مهتمه. فانا اي عميل عندي مش مهتم بعمل فيه ايه؟ بوديه للحاجه اسمها ريسايكل داتا، تمام، وببدا اتابع معاه يا اما مع بياع تاني، يا اما بخليه فين في الفولو اب نيوز. عيش في الفولو اب نيوز دي. فانت لو خدت بالك الفولو اب نيوز دي هي اللي بترمي فيها كل حته، اللي هي الكونتنت بتاعك. خدت بالك من النقطه دي؟ فطول الوقت خلي العميل عندك في الكونتنت، تابع مع العميل بالكونتنت بتاعك. الكونتنت بقى بيتبعت واتساب، بيتبعت على الشانل معينه في اي حته، طول الوقت هو ايه؟ بيتعلم وبيستفيد منك. ناخد كده كام سؤال في السريع. محتاجين كورس عقارات، في كورس عقارات شغال تقدر تنضم ليه. العميل اللي مش بيكون عايز يتكلم خالص ولا بيرد على اي سؤال، وقولي لي بس بكام. طيب هنا بقى برد على طول يعني. اكتبوا القاعده دي: لما تتسال سؤال مباشر جاوب اجابه مباشره. يعني واحد داخل سلام عليكم ده بكام، انا ساعتها بقول له ايه؟ المنتج بتاعي سعره بيبدا من كذا لكذا، وعشان كده حابب اسال حضرتك شويه اسئله بسيطه بحيث نختار مع بعض المنتج الانسب ان شاء الله. فانا جاوبت على السؤال وهديته، جاوبت على سؤاله وهديته، وفي نفس الوقت عايز ابدا علاقه معاه. السياره المستعمله، اتكلم عن حاله العربيه اللي معاك، اتكلم عن الفايده اللي موجوده في المنتج، اتكلم عن العربيه نفسها. انت العربيه المستعمله بالمناسبه ليها نوع معين من العملاء، ليها نوع من معين من العملاء بيقبل بالمستعمل. يعني انا كاحمد مثلا انا ما بقبلش اركب عربيه مستعمله. انا مش عميلك، في عميل تاني بقى ده اللي عايز حاجه حلوه في نفس الوقت سعرها قليل. فانت تتكلموا عن العربيه، ما تتكلموش عن الفصل، ما تتكلموش عن السعر الاقل. اتكلموا عن الفايده اللي استفيدها، الحاله بتاعت العربيه وضعها عامل ازاي، استخدامها كان عامل ازاي، الضمانات اللي انت بتقدمها، الحاجات دي كلها. لو العميل اللي اعترض بينه وبين نفسه وسكت، انا ببدا احرك الافكار دي بالاسئله. في عندنا حاجه في المتابعه جامده جدا: رسائل العملاء الذين لا يردون. حل ازاي العميل اللي بيتكلم انه ينزل من سعر الدوبلكس 4 مليون؟ يا نهار ابيض، نزله 4 مليون؟ هو بكام اصلا الدوبلكس ده يا ابني؟ رسائل العملاء الذين لا يردون دي موجوده في كورس الكورسات بتاعتنا، موجوده في الكورسات بتاعتنا. بص، هو عايز ينزل 4 مليون، انت كده بتتكلم في كام في المية؟ 40% مثلا او 30%؟ لا ده رقم ضخم جدا طبعا، ده ما ينفعش طبعا. عمرو بيقول: تابعت مع العميل سنه وقلت له براحتك، او كل موقف معاه بيقول لي براحتك، بس دخلت بنت بروكر كذبت عليه وقالت له انها دايركت، والعميل بتاعي اشترى معاها رغم انه بنى ثقه قويه مع العميل. حل ايه هنا من فضلك؟ المشكله بتاعتنا بتاعت البروكر، بيقولوا ايه للعميل؟ بيقولوا له: انا بروكر باخد من حضرتك 0% كوميشن، صح؟ مش انت بتقول كده للعملاء بتوعك؟ حلو جدا. للاسف الجمله دي غلط. ما ينفعش تقول للعميل الجمله دي، لان هو لما بتقول له انا باخد من حضرتك 0% كوميشن، اوتوماتيك بيفكر في ايه؟ امال انت بتاكل وتشرب منين؟ فاكيد في نصابيه. امال المفروض نقول ايه حضرتك؟ المفروض بنقول: انا يا فندم باخد من حضرتك 0% كوميشن، لاني باخد الكوميشن بتاعي من المصروف التسويقي الطبيعي اللي بيطلع من عند الديفلوبر على كل وحده بتتباع. اقولها كده: ان انا باخد الكوميشن بتاعي والفلوس بتاعتي، والشركه بتاعتي بناخد الفلوس من الكوميشن الطبيعي، من الفلوس التسويق الطبيعيه، مصاريف التسويق الطبيعيه اللي بتطلع على كل وحده بيبيعها الديفلوبر. ولو حضرتك رحت الديفلوبر الواحده على طول هتلاقي نفس السعر اللي انا جبته لك. بالعكس، لما تبقى معايا اقدر اخلي حضرتك تاخد وضع افضل، وناخد اكسبشنز احسن، لاني انا ببيع هناك طول الوقت. حضرتك بتشتري وحده، انا ببيع هناك كتير، انا ليا اكونتس شغاله هناك، فانا اقدر اجيب لحضرتك اكسبشنز، اقدر اجيب لحضرتك وضع معين. وفي الاخر لو ما عجبتناش الوحده دي لاي سبب، نطلع منها ونروح الديفلوبر اللي بعده. انا بقى كعميل لو سمعت الجمله دي، ايه اللي يخليني اشتري من الدايركت؟ ما انا هشتري معاك، ما انا كده عرفت خلاص ان انا كده كده هاخد نفس السعر، وبالعكس انت افيد ليا. فانت لما تعمل ده هتقدر توصل مع العميل لعلاقه ثقه قويه جدا ان شاء الله.